كسرها السرطان ورحلت بعمر 28 عاماً تاركة طفلة صغيرة. انتهت قصة محاربة السرطان يسر مجدي بخبر وفاتها الذي هز محافظة الإسكندرية. بدأت رحلة يسر مع مرض السرطان في أغسطس 2023 عندما شخصها الأطباء بسرطان الرئة، وبعد عام من خضوعها للعلاج الكيماوي انتشر ذلك المرض اللعين في جسدها حتى وصل إلى المخ والعظام والكلى والكبد والطحال. وقال عمر أشرف زوج يسر في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بدأت القصة وكنا نظن أنها معركة صعبة لكنها ممكنة، وفعلا تحسنت حالتها في البداية، لكن فجأة عاد المرض بقوة وانتشر في كل جسدها. وروى عمر تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة يسر قائلا: الممرض كان يظن أنها سيدة عجوز بسبب مظهرها الهذيل والضعيف، لكن الحقيقة أنها في عز شبابها ولم تكمل عامها 28، وكانت تحارب شبح السرطان بصلابة دون توقف. وأضاف زوجها: في عز مرضها كانت ترفض الابتعاد عن ابنتها وتلعب معها وتهتم بها، وكأنها تقول للحياة إنها لن تستسلم. لم تتوقف يسر عن الإبداع حتى في أصعب لحظاتها، إذ استطاعت أن تدير مشروعاً ناشئاً وحققت نجاحات ملموسة رغم ضعف صحتها. وقال عمر بفخر: يسر أكثر من مجرد زوجة، هي أكبر ملهم في حياتي. سأظل فخوراً بأنني كنت جزءاً من حياة هذه المحاربة العظيمة.